وانتم مع لوكاس تصل عند دانييلو. الدقيقة الثانية في المباراة، ريال مدريد يحاول بداية بقوة في هذا اللقاء. إحباطي مفاجأة ممكن أن تحدث، لذلك لاحظ معي الصورة في مناطق غرناطة. الكرة إلى الأمام، محاولة باتجاه مراتب، تغيير اتجاه اللاعب داخل منطقة الجزاء. فاسكيز والكرة بدري يا ميرينجي. الله على مراتب، جميلة تمريرة من مراتب، تحرك ذكي من فاسكيز، ونهاية سعيدة لريال مدريد. ولسه في الثلاث دقائق الأولى من أحداث اللقاء. لا يريد أن يتوقف القطار اليوم، يريد أن يسرع، يريد أن ينطلق بذات القوة والسرعة ريال مدريد. الكرة من لوكاس، وبعد ذلك في انتظارها النجم الكولومبي الكبير خامس رودريغيز. شوفها مرة أخرى من لوكاس، لمست على ما يبدو في المدافع في ركبة، بعد ذلك خامس وفي شباك غرناطة. بدأ أنها من المدافع. على أي حال انطلقوا بقوة، ضربوا المدافع من الدقائق الأولى، ودائما رودريغيز وقت الحاجة يملى العين في ريال مدريد ويسجل أهداف لريال مدريد. بداية مشوقة لريال مدريد في الوقت اللي في غرناطة اليوم. بالتأكيد لم يكن عنده الرغبة في أن يتلقى هدف مبكر، ونحن نتكلم عن الصعبة الأولى. لوكاس على جهة اليمين، لوكاس عرضية أخرى داخل منطقة الجزاء، عدت من مراتب. كوينتراو يستلمها، يلعبها عرضية، فرصة بالراس الثاني. يا لعيب يا حريف. خميس واحدة باليمنى، خميس أخرى باليسرى. رودريغيز هذه المرة بالراس، وثاني لريال مدريد. ميرينجي جميل، وهدف ثاني مع العشر دقائق الأولى في اللقاء. تقريبا خلصوا على غرناطة في 10 دقائق. شوف كوينتراو اللي حياته كلها في الدكة. أجمل عرضية وأنا خامس بالراس في منتهى الروعة، جاء من بعيد. الله على خامس رودريغيز. هدف ثاني لريال مدريد وقت الحاجة. خامس يلبي النداء دائما لزيدان ولريال مدريد، على الرغم من أنه يريد دقائق أكثر من اللعب في الدكة أغلب الموسم. صايعة من جانب كوينتراو، هذه الراسية للقادم من بعيد. خامس رودريغيز بالقدم اليسرى دائما ما يتألق، ما يسجل باليمنى، دائما ما يضع الكرة بشكل رائع في شباك الخصوم، يرمي سهامه في كل مكان. هذه المرة بالرأس، لمسة على الجهة اليمنى خطيرة لدانييلو داخل منطقة الجزاء. دانييلو كرة عرضية، وكرة يا ولد. الله يا موراتا والثالث للميرينجي. كرة يا مدريد، أي تمريرة يا دانييلو، أي تسديدة جميلة يا موراتا في سقف المرمى. أي بدلاء عند ريال مدريد. هدف ثالث في منتهى الروعة من جانب موراتا. ريال مدريد روعة. دانييلو طلب الكرة من جانب موراتا، وتسديدة بعد ذلك في شباك اوتشوا. ريال مذهل حتى في البدلاء، حتى بدكة البدلاء. ريال مدريد مذهل بصراحة، لأنك تشاهد عمل جماعي كبير وكرة قدم مثيرة ممتعة. كيف لا يكون ريال مدريد مذهل وفي دكة زين الدين زيدان؟ كيف لا يكون مذهل ومن يدرب اسمه زين الدين زيدان، اللي حياته كلها كورة، اللي في صلعته الكثير من الأفكار، وفي تاريخه بالتأكيد الكثير من الذكريات الجميلة والرائعة. زيدان يخرج لنا مجموعة من الموهوبين اللي يقدمون بريق ربما مزيد من الأهداف في الدقائق القادمة إذا استمرت الأمور على حالها. المباراة اللي نشاهدها في اتجاه واحد، الكرة الممتعة لريال مدريد ماركو أسينسيو. وعلى ذكر المتعة، كرة لماركو أسينسيو خطيرة على حدود منطقة الجزاء. أسينسيو لموراتا، فرصة للرابع. موراتا عدى بالكرة، والرابع يا مدريد يا موراتا. ما هذا يا موراتا؟
موراتا. ما هذا يا زيدان، رباعية مدريدية، لمسة في منتهى الروعة من الفارو موراتا. ولا تبكين، لا تبكين، انسي مباراة اليوم وفكري في مستقبل غرناطة. ولا تنسي، إياك أن تنسي أن اليوم مباراة ضد ريال مدريد مع هذا الكم الهائل من النجوم. شوفها من الفنان ماركو أسينسيو. موراتا 1 على 1، ذهب المدافع أدراج الرياح وذهبت الكرة إلى شباك أوتشوا، وذهب ريال مدريد للرابع واقترب من انتصار ثمين وجعل الليغا مشتعلة في جولاتها الأخيرة والتنافس كبير. والأهداف لموراتا، ثاني أهدافه في مباراة الليلة. الفارو موراتا هدفين، خامس رودريغيز هدفين، 4 مدريد 0 غرناطة. فشل أوتشوا في كل الاختبارات اليوم تقريبا، لم ينجح في صد أي كرة ولا تلوم كثيرا. تبكي مشجعة غرناطة، تبكي على اليوم التي تشاهد فيها فريقها يهبط إلى الدرجة الثانية، تبكي على قبول هدف آخر، تبكي على كوينتراو. خامس يلعب كرة طويلة ذكية على الجهة اليسرى، فرصة لمصلحة أسينسيو، يلعبها عند موراتا لأسينسيو، البحث عن كرة عرضية لموراتا لكن الدفاع يتدخل، تعود مرة أخرى لا زالت لمصلحة ريال. ميرينغي في الهجوم، البحث عن خامس، فاسكيز يلعبها لكنها في الشباك الجانبي ضاعت، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. تغيير أول لزيدان في المباراة قبل أن تكتمل ساعة من اللعب في ملعب لوس كارمينيز. شوف خامس، واحدة بين القدمين، يعني سحر هذا خامس رودريغيز، ضحية هذا الكم من دون أي تهديد لمرمى ريال مدريد في مباراة اليوم، بدون أي كرة خطيرة على مرمى الميرينغي في مباراة اليوم. كريم، انطلاقة مرتدة عند مساحة على يمين لوكاس، فرصة لمدريد بعد ساعة من اللعب. فاسكيز يلعبها عرضية، فرصة لكن الدفاع ودانيلو ضاع الخامس على الميرينغي عن طريق دانيلو. كرة كانت في منتهى الخطورة وأيضا سهلة لدانيلو. شوفها مرة أخرى من لوكاس فاسكيز باتجاه موراتا، عودة من الدفاع، دانيلو يلعبها رغم أن المرمى كان مكشوفا أمامه، رغم أنه بدون أي ضغط عليه تقريبا بعيد كان المدافع، لكن تسديدة صدمت في القائم. هاني بنزيما عرضية لكن الدفاع يتدخل. الله على خامس، شوف ماذا يفعل رودريغيز في مباراة اليوم. تحرك جميل، تمريرة أجمل، عمل كبير، صناعة أهداف، تسجيل أهداف، وكرة كانت من جانب بنزيما لموراتا لكن الدفاع تدخل، وربما هدف خامس في الطريق. خامس على تنفيذ الركنية، عرضية أخذها بالراس لكن عنده أوتشوا من جانب راموس كما جرت العادة. احتفالات في المدرجات سطح الملعب، مشروع المرتدة يقودها هونغلا بعد فاسكيز. لوكاس، محاولة مدريدية مرتدة خطيرة للوكاس، فاسكيز يلعب كرة وجواب يبعدها الحارس المكسيكي في اللحظة الأخيرة. الخامس كان قريب من الميرينغي، كانت قريبة من فاسكيز تسديدة لكنه جواب ينجح في صد هذه الكرة الخطيرة مرة أخرى من لوكاس. هجوم لا يتوقف، ريال لا يرحم غرناطة اليوم. هذه راسية القائد راموس، هذه كرات مواعيد راموس. فرصة أخرى لمدريد، عرضية أخرى داخل منطقة الجزاء وبعدها الدفاع في انتظارها كوينتراو. غرناطة غير قادر على فعل شيء في مباراة اليوم، كالغريق في هذا اليوم بالنسبة لغرناطة. معاناة كبيرة جدا لفريق توني آدامز. خامس رودريغيز أجمل كنترول، مرور جميل، قدم اليسرى الساحرة، العرضية كوينتراو، استقبال وراموس وضاعت الكرة. يا إلهي، يا لها من كرة، يا لها من متعة، يا لها من لمسة، يا له من كنترول، يا لها من يسرى يا خامس، ويا لها من لمسة بعد ذلك لكوينتراو. أعطيني الكنترول لكوينتراو، وراموس كان عنده الفرصة ليسجل هدف جميل لريال مدريد. الخطر يأتي من كل مكان، المهارة في كل مكان.
عودة مرة أخرى لكريم بنزيما. خامس رودريغيز، تمريرة الرد جميلة لكريم مرة أخرى، خطيرة من الجهة اليسرى لبنزيما، كرة لمراتا، ضاعت على مراتا. يا إلهي، خطيرة مرة أخرى من الميرينجي لكن ضاعت. شوفوا يا جماعة، شوفوا ماذا يفعل. ما هذه اليسرى ما شاء الله عند خامس، ما هذه اليسرى عند خامس، ما هذه القدم الموسيقية اللي عند خامس رودريغيز، وهي ماشية تأتي من وضع متحرك، من وضع واقف، ومن كرة ثابتة، وأيضا من صناعة، من تسجيل، من أشياء كثيرة. وكيسرى محاولة من جانب جاستون سيلفا، لمسة للأمام، تمريرة تعود بعد ذلك، ممتاز الكرة، خطيرة جدا لمصلحة غرناطة، فرصة هدف أول، جاستون سيلفا يلعبها، وكرة لراموس، دفاع تدخل، وكرة ضاعت، خطيرة جدا لمصلحة غرناطة لكنها ضاعت من هونغلام. يا لها من تمريرة ويا لها من عمل في اللقطة الماضية لمصلحة فريق غرناطة. أخيرا شاهدنا فريق اقتنعنا أنه يلعب في الدرجة الأولى الإسبانية. هذه كرة راموس، أدريان، وين دانيلو، ذهب بعيدا دانيلو، عمل فيه ترقيصة حلوة مع دانيلو. أدريان راموس المباراة. سيلفا يلعب الكرة العرضية بالراس لكنها مرت من الجميع، لا زالت خطيرة الكرة من جانب أكبو يلعبها بينية، فرصة لغرناطة، مرور جميل وكرة لكنها كاسيا يتألق في ردها على مرتين، صد الكرة وتحولت إلى ركنية. حلوة هذه الدقائق لغرناطة، لكن بعد ماذا كل هذا؟ تأخرتم كثيرا يا راموس. مشروع مرتدة لمراتا في مكان خطير، مراتا يلعبها لبنزيما، خامس في الانتظار، وفرصة لخامس من أجل هاتريك، جواب ينجح في الوصول للكرة بعد أن جاءت بالخطأ من الدفاع. فرصة كانت قريبة جدا من الميرينجي. الخامس كان قريب جدا من ريال مدريد في أكثر من كرة. يفتك سعيد هيسكو، يلعبها بعد ذلك ماريانو، فرصة مرتدة لريال، ماريانو يلعبها لكريم بنزيما داخل منطقة الجزاء، ولكنها بعد ذلك بعيدة، وفي الأخير إلى ضربة مرمى ضيعها كريم بنزيما. مشكلة عنده يمر اللاعب بفترة لا يسجل فيها، ومشكلة عندما لا يلعب إسكو في الملعب، ومشكلة عندما لا تشاهد إسكو، لأنه الطريقة اللي افتك فيها الكرة كانت في منتهى الروعة. بعد ذلك بناء المرتدة ماريانو لبنزيما، بنزيما ضاعت من الكرة.